حالك يا شيخ؟ ايش اخبارك؟ يحييك الله، شلونك؟ يا رب لك الحمد اللي قدرت اتصل عليك. هلا محمد، يا مرحبا فيك. يلا حبيبي شيخنا الفاضل، اغلبك. انا صارت عندي مشكله في البيت، حلمت اني اضرب زوجتي في الحذاء على وجهها 3 مرات، وبعدها الرؤيه بكم يوم تغيرت الاوضاع ودب الشك في البيت وصار في مشاكل. انت اللي شكيت ولا هي اللي شكت؟ لا انا اللي شكيت. انت تظلمها، و... اتق الله عز وجل. لا اله الا الله، بيض تضربها الله على وجهك. وجهها، تظلمها وتسبها وتتكلم عليها، تسبها. يا رجل اتق الله، وهي اتق الله، اتق الله. لا اله الا هذه الله. لا زوجتك. إله. في شافت رؤيا هي زوجتي، إيه. انها تشرد من سياره بيضاء ماشيه على رجليها، وتشرد من السياره، كل ما تلتفت على السياره تحاول تاذيها، وتقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. هي اللي تقول تهرب. يثور غبار فوق السياره، توخرها 5 دقائق. المهم هذا الموقف تكرر 3 مرات معها بالرؤيا، والله وشويه لو هي انا ها؟ اخاف ان السياره انت، وانك تؤذيها. انتبه. والغبار هي المشاكل والخلافات الاسريه حقتك. اعقل وخلك من الشكات. الشيء اللي ما تراه او تسمعه باذنك، ابعد الشيطان عنك. ولا تظلم. اتق الله الا الظلم، لا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، نعم، اللهم انهن اجعلنا من عوان. الظالمين. من الظالمين. الحين روح بوس راسها وخشمها واعتذر منها الان. يلا وقدم لها هو رضوان. يلا. ان شاء الله بامر الله. هو شيخنا الظاهر انه في عندنا تفريق احنا في البيت. ما عندكم تفريق، عندك جنان في راسك. طلع من راسك وتتق الله وخلك مع مرتك. اتركني لا من اله تفريق الا ما الله. تفريق. شياطين توسوس اخر الليل ثم تمسك على زوجتك. يلا اعتذر منها واطلب منها ان شاء العفو، واسال الله، الله ان ان شاء الله، يصلحكم ان شاء جميعا. الله. يلا يا ابو بامر محمد. الله. انت ان شاء الله بامر الله، فيك والذي خير. به هذا لوجه الله، صوتك. والله الذي به لوجه الله. كفو كفو والله كفو. والله انك كفوك كفو. الطيب، والله يلا. والله يا رجال، انه هذا كان متعبني ويقلقني. نزلت يمكن 20 30 كيلو، نزلت بشهرين. ليه يا رجل؟ دمرت نفسيتي، دمر الوضع عندي. لاني قادر اطلع، لاني قادر اروح، ما لاني قادر في الصلاه يا ابن الحلال. ما ذهني شات، افكر افكر افكر، وجهي صار تقول وجه ميت. لا لا خلاص ابد. بس تعوذ من الشيطان واعتذر من زوجك، والله يصلح الحال. ولا عاد تخلي اللهم الشيطان يدخل امين. بينك وبين زوجك. يلا. اللهم امين. بيض الله وجهك ويخلف عليك. يا بيض هلا يا الله هلا يا هلا فيك، يا هلا. خدمة الله. جاسكا، جاسكا، روحي الماما قولي شاي. ها ايه. يلا يا جاسكا، شاي مع حبق. ها مشكلة ما تعرف عربي انجليزي، شغلتها شغلة. خلاص. وبعدين ما تطيع. ارسلها يمين شمين، ما تسمع لي. هذه براسها تسوي في البيت ولا عليه. زين اللي ما تطلع. زين اللي ما تحضر عليكم في البيت. شوف يا جماعة، الداعمين الأول والثاني والثالث 51 أو 40 دقيقة طلعوا الدعم الأول والثاني والثالث، سواء كان عنده تفسير منامات أو استشارات أسرية أو ودي يسولف مع أبو الياس. خلاص يا جماعة. نعم. يلا يا مشرفين. يا مشرفين. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي حلم بسيط. حلمت دقيقة بس سكت بنتي. دقيقة. طيب سكتي. لحظة، مشغولة. روح انت بابا دقيقة. معلش يا شيخ. السلام عليكم. طيب عليكم السلام.
ما أعرف أكتم الصوت. حلمت إني كنت أمشي. حلمت كذا إني في طريق شارع مزفلت، بس على يساري تعرف أراضي القرى كذا في الجنوب، كأنه تراب وشجر وزي أيوة، وعلى يميني متبة كذا، كأني في تبة، عرفت؟ وطبعا ما أدري وقت شروق أو غروب، لون السماء الأزرق هذا، وكأني أشوف الله، يعني أنا أشوف نور الله في السماء. وفي نفس الوقت معايا ناس، بس أنا ما أدري من هم الناس هذولا ولا أشوفهم، وحريصة إني أبغاهم يشوفون نور الله. فأقعد أقول لهم شوفوا، ناظروا في السماء بتشوفون آية من آيات الله، أنا أقصد نور الله، وأعيدها عليهم وأعيدها. بعدها سمعت صوت في إذني يقول ترى اللي عندك حسد، قالها مرتين. أنا طنشته وأبغى الناس هذولا يشوفون نور الله، عرفت؟ بعدها رجع الصوت هذا في إذني قالها مرتين، قال لي سورة القصص آية 2، سورة القصص آية 2، وبعدها صحيت. طبعا الصوت هذا أنا ما أشوفه بس أسمع في إذني، عرفت؟ أحسه خارج الحلم، كأن أحد يكلمني في إذني. وخلاص خلصت. والله يا أختي منى واضح إنه يخشى عليك من الحسد، يخشى عليك من الحسد. هو صراحة عندي أحس أنا ضعف سمعي، ضعف نظري، أحس بوهن في جسمي، بس ما أدري والله، ما أدري، وما أقدر أشك في أحد. لا شك، ما نبغى نشك حنا، أيوة ما أدري، بس ما أدري. بس أنت حافظي على أورادك، على أذكارك، على عباداتك، والحافظ الله عز وجل. ونور الله طيب اللي أشوفه. صلاتك وعبادتك. طيب يا صلاة. شيخ، بس سؤال، يعني ما هو حلم، لما أحلم، يعني أنا أحيانا أحلم وما أدري كيف، كأني أفسر الحلم وأنا نايمة، ما أدري، عرفت؟ ممكن التفسير أحيانا إذا فسرتي وأنت نايم ربما يقع، ربما الله أعلم، في حفظ الرحمن بن أختي. يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله وبياك. يا هلا. جابوا الشاي؟ لا لسه. يا مرحبا فيكم. ما راح يجي. اوفا، ليه ما راح يجي؟ تكفون يتيمة. طيب ما هو اللي يتم في اللغة؟ تعال بشرح لك. إذا وصل عمرك 15 سنة، إلى 15 سنة نقول يتيمة، فوق ال 15 سنة لا، شرعا ما يقال لك يتيمة. خلاص يا جماعة، خلاص يا رشا، يعني إذا أنا الآن بطلعك، إذا عمرك فوق 15 أبى أنزلك، إذا تحت 15 بسمع منك، اتفقنا؟ أنت تكتبين إنك يتيمة. نقول اليتيمة ما هي يا جماعة؟ هو من كان عمره أصغر من 15، فإن كانت أكبر فما يطلق عليها يتيمة في الشرع. نزلك. إذا أنك اتفقنا طلعناك الحين نشوف. طلعوا رموز، بس لا تطلعون كثير، واحد رموز ها. يلا مشرفين. أنا يتيم وعمري 50 سنة. الله يغفر لك، حتى أنا أبوي متوفي يتيم ها.